هانتي يا اختي جبت لك واحد الطريقه ديال غريبه البهله سهله، كتجي مشقه وفتيه مرمله ما تشبعوش منها، بدون صفيحه خاصه، بواحد الطريقه سهله وكتوجد بسرعه بلا تماره بلا عذاب. ونبداو على بركه الله، وما تبخلوش عليا بتشجيعاتكم وتعليقاتكم الزوينه. كتاخدي لاله شي هاشوار، كديري فيها 250 غرام ديال الزبده. الزبده تكون بحراره المطبخ، الزبده اي زبده متوفره عندكم. انا هنايا درت المارغرين ودرت عليها 2 كؤوس ديال السكر حبيبات، 2 كؤوس ديال الزيت القياس بكاس ديال العنبه، وكيس ديال الفلون بالنكهه ديال الكراميل اللي كيعطيها واحد المذاق غزال، واحد الريحه غزاله، وحتى اللون كيعطيها لون زوين. وكديروا غير واحد طريف صغير ديال خميره الخبز. راكم شفتوا شحال درت غير طريف صغير ديال خميره الخبز باش هذيك الخميره هي اللي كتساعدها انها تشقق معاكم. صافي ودرت رشيشه ديال الملح ضروري لتعديل الذوق، وكتخلطي هادشي كلشي مزيان مزيان في الهاشوار. كتبقاي كتخلطي وتخلي الهاشوار ترتاح، تخلطي شويه وتخليها ترتاح باش ما تحرق ليكش الهاشوار وتطفالك في مره. المهم كل مره كتخلطي شويه وتخليها ترتاح حتى كتحصلي على هاد القوام. كيكون هذاك الشيء كلشي تخلط وتجانس مع بعضياته وكيرجع على شكل كريمه. صافي من بعد كتخوي هذاك الخليط ديالك في شي قصيعه وكتولي تخلطي واحد شويه باش كتاكدي ان الحبيبات ديال السكر ذابوا تماما. ما تضيفوش الدقيق حتى تاكدوا ان السكر داب تماما، ما بقاوش كاع دوك الحبيبات ديال السكر محبين. تقدروا ديروا في عود السكر حبيبات، ديروا السكر الناعم الا بغيتو هكا تزربوا شي شويه وما تاخذوش الوقت بزاف. صافي ومن بعد كنبداو نضيفوا الدقيق شويه بشويه. العجينه ديال الغريبه ما خاصهاش تكون قاصحه، الا كانت قاصحه ما غاديش تشقق لكم في الفران. العجينه كي خاصها تكون شويه رطبه بحال الشكل ديال العجينه ديال الصابلي. المهم كتضيفوا الدقيق شويه بشويه حتى جيت انا هنايا كيلو ديال الدقيق. تقدروا تستعملوا من 950 غرام ديال الدقيق حتى الكيلو على حسب. المهم ان العجينه كي خاصها تكون رطبه كما قلت لكم. وكنضيفوا 3 اكياس ديال خميره الحلويات من فئه 8 غرام، اللي هذيك الخميره ديال الحلويات هي اللي كتساعدها انها تشقق. صافي من بعد كنبقى نضيف الدقيق شويه بشويه وانا كنخلط وانا كندلك. غير دلكوا الغريبه ديالكم هي راه خاصها تدليك، كل ما دلكتوها كل ما كتجيكم فتيه اكثر وكتجيكم مرمله وكتجيكم زوينه ناجحه. صافي من بعد شوفوا القوام كيفاش خاصو يكون رطب. من بعد كنزيدوا كاس ديال الزنجلان وكاس ديال اللوز مطحون بالقشور ديالو، ما تحمروهم ما حتى شي حاجه. غير الزنجلان غسلوه ولا بغيتو هكا نشفوه شي شويه في المقيله ولا في الفران. صافي وكاس ديال اللوز كطحنوه بالقشور ديالو وكتضيفوه على داك العجين ديالكم وكتعاودوا تخلطوا مزيان باش كيتخلطوا كاع دوك المكونات وكتوليو تدلكوها واحد شويه. صافي وكتجمعوا العجينه ديالكم وكتخليوها ترتاح في الثلاجه. المهم خليوها ترتاح من ساعه حتى لساعتين باش هكا العجينه كترتاح مزيان وكتجيكم الغريبه ديالكم ناجحه ومشقه. شوفوا القوام ديال العجينه كيفاش خاصو يكون، راه العجينه ما دايرهاش كاع نهائيا قاصحه. المهم هذاك اللوز راه كيعطيها واحد المذاق غزال. تقدروا تعوضوا اللوز بكاوكاو، وتقدروا ما ديروش اللوز في مره، ديروا غير الزنجلان. المهم ضروري الزنجلان ديروه، ولا ما عندكمش اللوز ديروا غير كاوكاو راه كتجي زوينه حتى بكاوكاو. المهم انا خليتها هنايا ترتاح. وبالنسبه اللي ما عندوش الهاشوار تقدري ديري غير الزبده في الاول وديري معاها السكر وتخدمي مزيان مزيان الزبده والسكر وعاد ضيفي باقي المكونات. المهم هي الهاشوار كتساعد في الخدمه، كتسهل الخدمه بزاف وكتسربي وما كتعطلش، ما كتعكزوش كاع نهائيا على الغريبه. صافي من بعد خديت انايا الطبسيل اللي غنطيب فيه الغريبه ديالي، دهنته بواحد شويه الزيت ولا فرشوا له ورق الطبخ وبقيت كنشكل هكا كويرات، كندور وكنضغط عليها غير واحد شويه. ما كتبقاش هكاك مقبزه، هي اصلا راها كتهبط شويه في الفران حيت العجينه رطبه. اما الا درتو العجينه قاصحه راه غادي تبقى لكم هكا طالعه مقبزه ما غاديش تهبط لكم. وكتسخنوا الفران مزيان 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 على اقصى درجه. ومن بعد كتدخلوا الطبسيل ديالكم الفوق، كيكون العافيه في الوجه ديال الطبسيل، وكتقلوا العافيه ل 180 وكتخليوها حتى كطيب وكتحمر على خاطرها. الفران كتشعلوا عليه من الفوق ومن التحت. صافي ومنين كتشوفوها تشقات وتحمرات صافي كتخرجوها. المهم ان العافيه كي خاصها تكون في الوجه ديالها من الفوق. فاش تدخلوا الطبسيل ضروري تنقصوا الفران ل 180. في الاول خاصو يكون سخون مزيان مزيان. هو السر كله في الطريقه ديال الطياب. صافي من بعد ما خرجت انا استفتها مع هذا الفقاص. هذا الفقاص هذا غتلقاوه في الفيديو اللي قبل من هذا. هذا الفقاص جا غزال غزال. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو وبسلام عليكم.